الأعضاء ولجنة الصلاحية محمد الصغير. توصية. السلام عليكم سيادة الرئيس. هو تصحيح فقط في التوصية. المجلس كله اتجه لسحب الثقة من الحكومة، وفي المطالبة بعودة الدكتور عمر عبد الرحمن والمعتقلين، وفي ضباط مصريين ما زالوا معتقلين في أمريكا من أيام المشير أبو غزالة. على سبيل المثال خلاص سلمنا الكشف. سلمنا الكشف. طيب مش الحكومة يا ريس. رمز كلارك وزير العدل الأمريكي السابق طلب انه القائم باعمال الرئيس المطالبة بعودة الدكتور عمر عبد الرحمن وكل المسجونين في امريكا يطالب بها المجلس العسكري وليس الحكومة التي لم تسمع عن الثورة. انا اقول كلمة لله، مفيش وكيل وزارة في مصر سمع عن ثورة 25 يناير ناهيك عن المنصة الموقرة. يا ليت نواب الكونجرس الامريكي يستمعون اليكم ليعرف ان برلمان الثورة برلمان ثائر، ولن يسمح ابدا بانتهاك السيادة الوطنية ولا التدخل في الشؤون الداخلية. الموافق على اكتفاء بالتوصيات التي صدرت حتى الآن يتفضل برفع يده. إذن إن المجلس الجلسة الثانية إن مجلس الشعب. أيوة شيخ سيد تفضل. ماذا تقول؟ تفضل. ماذا تريد؟ احنا خدنا قرار منذ البداية ونحن نستعمل كلمة توصية، وهذه كلمة لا تليق بمجلس الشعب. لجنة توصي، ايوه لجنة عرفية توصي، انها مجلس الشعب بتاع الثورة يوصي يقرر. نعم دي قرارات يا ريس، كلها قرارات، فيجب ان نقول قرر مجلس الشعب المصري كذا 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 كذا. وانا اضيف قرارا اخيرا، مش عارف كنت هقوله ولا لا. هقوله. معلش بقى، قفلنا باب المناقشة في القرارات. هو ايه ممكن كل اللي بنقوله ده محدش ينفذه. طب نعمل ايه؟ نقاطع هذه الحكومة ولا نتعامل معها بس، ولا تيجي ولا نسألها ولا نتعامل معها بأي شكل. شكرا. ترفع الجلسة القادمة بعد ساعة من الآن.